السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطويجين سوسي مختلف تماما على الطويجينات اللي كنديروا يوميا. هذا بدون ماء، غادي يطيب بدون الماء، وكيجي معسل وزوين بزاف، والطريقه ديالو جد جد سهله وغادي تعجبكم وغادي تكون معتمده عندكم. طويجين رائع سوسي بامتياز وواعر بزاف. دابا غادي نمشيو نتشرموله. هنا درت القزبر والمعدنوس، وغادي ندير العطريه وجوج الفصول ديال الثومه حكيتهم، وهنايا كاينه الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال السكنجبير، بزاف ديال السكنجبير لان الدجاج كيبغي السكنجبير، والبزار وشويه ديال الحرقوم البلدي، وهنايا ضمت ديال الزعفران. الا عندكم الزعفران الحر ديروا الزعفران الحر احسن. وهنايا كندير الزيت وكندير شويه ديال الماء فين غادي يتشرمل الدجاج، لان الدجاج كيبغي الشرموله تكون شويه سائله باش يتشرمل مزيان. وهنا غادي نشد واحد الطاجين لان تقريبا كان ديما كنطيب فيه حتى هو كلاصه مسكين. وهنا غادي نديروا البصله اللي مقطعه دوائر هكا كما كتلاحظوا. البصله غادي تكون كثيره كثيره البنات، لان من الماء ديال البصله فين غادي يطيب هذا الدجاج. هذه الطريقه هذه كيديروها جدودنا، يعني طريقه جد زوينه بزاف، طريقه ديال السواسه كيديروها جدودنا. وكما كتشوفوا هنا كذلك كنديروا هاد البصله هذه اللي مقطعه دواور ودواور رقيقه كما كتشوفوا، دواور رقيقه. وهنايا غادي ندير البرقوق وغادي نستفو في الفوق كما كتشوفوا، غادي نستفو مزيان. وغادي ندير المشماش حتى هو نفس الحاجه، غادي ديروه في الفوق، ما تخليوش يهبط لتحت. هكا. وغادي نديروا العود ديال القرفه، هذا ما بغاش يزكى كيطيح لان البصله ما كتخليش يزكى. المهم غادي نديروا واحد العود ديال القرفه كتعطي القرفه واحد النسمه رائعه للطاجين، وحتى البرقوق والمشماش كتعطيهم واحد النسمه اللي زوينه بزاف. وهنا كما كتشوفوا غادي ندير واحد شويه ديال القرفه من الفوق، وكذلك كندير العسيله من الفوق. وهنايا درت الحمض المصير. نسيت مطيشه يا البنات، لان مطيشه هي اللي كتخلي المرق يكون خاطر، نسيتها. عاد تفكرتها صافي، تفكرتها، ما يمكنش ليا نحيد كلشي باش نديرها. غادي نديرها غير في الجناب احسن، غنديرها في الجناب صافي. هنا حتى طبت عاد تفكرت مطيشه، وهنايا غادي ندير مطيشه كما قلت لكم، حيت نسيتها كان عليا نديرها في الفوق. وراكم عارفين مع التصوير ضروري انك تنسى شي حاجه زعما راه كنقلب ما ننسى شي حاجه وفي الاخر نسيتها، معليش. ودابا هنايا خليته حتى طاب شويه، عاد كنهز داك المرق كنديرو على مطيشه ونديرو على كذلك على البرقوق. وهنا غادي نضيف الزيتون البلدي، الزيتون صوبتها انا في الدار، كتجي زوينه ولذيذه بزاف وكتجي مع هاد الطويجين اللي معسل هكايا. كما قلت لكم البنات، هذا كيطيب غير على الماء ديال البصله، لان كنقصوا عليه كيطيب في النار مهيله يا البنات، ما كنجهدوش عليه وكنقصوا عليه بزاف. يعني الا بغيتي توجدي هذا الطاجين خاصك تنوضي لاله مولاتي مع ديك تسعود وديريه يا اختي وتنقصي عليه وتخليه على خاطرو يطيب، وديك الساعه غادي يعجبك وغادي تفكريني عليه. هنايا درت البيض ديال السمان زوين بزاف، وغادي ندير عليه هكا اللوز مقلي كيعجبني بزاف في هذا الطويجين السوسي. وهنا البنات غادي نشارك معكم واحد الحاجه اللي زوينه بزاف اللي انا كنحماق عليها، هي الشوكولا شو. احسن حاجه تقدري توجديها في هذا البرد هذا وفي هذا الجو هذا هو هاد الشوكولا شو. عرفتي راه كيجي رائع جدا. واحد الطريقه اللي كندير انايا معتمده عندي بزاف، كنديرها في كل وقيته ديال البرد. هنا كندير النشا
وهنا كندير السكر على حسب الذوق، وهنا كندير النيدو اللي عجبكم قد ما درتو مزيان قد ما كيجي لذيذ. وهنا كندير الكاكاو المور، وكندير هاد الشوكولا مقطع، وهكا غادي نضرب بيهم مزيان 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 حتى يتخلطوا مزيان. وهنايا كناخذ واحد الكاسرون وكندير فيها الماء، وكندير 3 ديال المعالق اللي بغيتو. كاين اللي كيبغي تكون ثقيله بزاف، كل واحد وشنو كيبغي. يعني بغيتي 2 معالق 3 د المعالق، انا كنكتفي ب3 د المعالق وكيجي رائع. شوفوا يا البنات، عرفتي واحد اللذة يا سلام. شوفوا راه كيكون ثقيل وزوين. جربتوها يا الا سلام. جربتوها البنات قسما بالله غادي يكون معتمد عندكم، لان الشوكولا شو بمعنى الكلمه واحد المذاق رائع، والطريقه اللي كندير طريقه زوينه بزاف. كنتمنى تجربوه وغادي تكون معتمد عندكم. البنات غادي نشارك معكم الكبده اللي كتكون مشرمله اللي كتجي هائله. هنا غسلت الكبده مزيان، وغادي ندير ليها الربيع وشويه ديال الثومه، شويه ديال العطريه اللي عجبكم، وشويه ديال الزيت البلديه. الزيت البلديه البنات كتجي هائله بالزيت البلديه. هنا كندير الكاس ديال الماء فقط باش طيب، وكنخليوها طيب على خاطرها وكتجي بنينه ويا سلام، وما غاديش تشبعوا منها. والحمض المصير وكتجي هائله، ما غاديش تشبعوا منها.